السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ازيكم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. احنا النهارده هنعمل سير حاجة، سير خطير يعني هيعجبكم خالص. اكيد انتوا عارفينه، بس برضو ايه معلومة زيادة مش هتخسر. احنا اللهم صل على النبي هنعمل النهارده تتبيلة فراخ روعة وجميلة. يلا مع بعض نجيب الفرخة اللي هنتبلها. يبقى بسم الله ما شاء الله. جبت فرخه طبعا، نضفتها ونقعتها، بصوا جميله ازاي. ونضفتها طبعا، فتحت كده المسام دي كده، الجلد بتاعها كده، وشيلتها من الميه. اللهم صل على النبي. نركنها دي كده بقى. وروحي جايبه معايا 3 فصوص توم. طبعا لو عندك كبه هتخرطي التوم وتروحي حطها في الكبه تنفرم، فانا مش عندي كبه. فروحي جايبه معايا شفشف الخلاط، وروحي جايبه 3 حبات 3 حبات بصل، وطبعا اقطع بيها فيهم كده. طبعا البصل الاحمر مستحب في تتبيلات الفراخ، لان البصل الاحمر فيه ايه؟ فيه ميه. يبقى جيبي 3 حبات بصل كده، وجيبي 5 فصوص توم او 6 هما. التوم بيخلي له نكهه وبيخلي له طعم جميل خالص. نشيل كده ونحطه برده في الايه؟ شفشف الخلاط. وروحي جايبه معايا قرن فلفل اخضر مش حار اهو ما شاء الله، والقرن التاني اهو قطعه كده. وطبعا لازم من الحراره روحي جايبه ايه؟ قرن فلفل كبير كده حار كده. دي تتبيله فرخه واحده. نضربهم في الخلاط بقى. وروحي جايبه معايا برضو 3 حبات طماطم اهما اهي، قطعهم كده مع سوا. دي تبقى بقى تتبيله روعه، تبقى تخلي الفراخ جميله جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب الفيديوهات اللي انا بعملها لكم تعجبكم، واكون كده تحت حسن ظنكم على طول يا رب. نضرب بقى دي كلها مع بعضه ونرجع لكم تاني. يبقى معايا كده خلاص انفرمت. حتى لو انت برضو عملتي كبه هتطلع نفس النتيجه دي كده. شايفين فاتحه وجميله خالص ازاي؟ يبقى احنا بقى مش عايزين الخلطه بتاعتنا او التتبيله بتاعتنا تبقى فاتحه. روحي جايبه معايا ايه؟ اللهم صل على النبي. روحي جايبه معايا ايه؟ معلقتين صلصه عشان تغمج اللون كده وتخلي له ايه؟ تخلي له لون حلو. واروح طبعا مقلبه، شايفين عززت اللون ازاي؟ واروح جايبه طبعا معايا كوبايه زيت. الزيت دي بيخلي له لمعه جميله خالص. دي يعني تعتبر نص كوبايه على حسب ما انت ايه. ممكن تتبلي فرخه 2 3 4، تحطي الكميه اللي انت ايه عايزاها. شايفين ما شاء الله زي العسل اهي. اجيب بقى مكون جميل خالص اللي هو الايه؟ الزبادي. بيخلي فراخنا المشويه طريه وجميله جدا جدا جدا، يخليها كده جميله وزي العسل. فروحي جايبه بتاع الزبادي هي، اللهم صل على النبي، علبه. وبرضه اروح مقلبه فيها كده، اروح مقلبها كده، بتخليها جميله جدا ما شاء الله زي العسل. وروحي جايبه معايا ليمونه، طبعا اعصرها كده عشان البذر. الليمونه دي بقى بتخلي لها بصوا طعم ممتاز جدا، يعني بصوا مش هقول لكم اهي. يبقى دي تتبيله الفراخ الجميله. احط بقى بهاراتي. طبعا شيء اساسي الفلفل الاسمر. يبقى عصرنا كده مع بعض الليمون. روحي جايبه معايا الفلفل الاسمر، شيء اساسي. روحي جايبه معايا بهارات لحمه او فراخ براحتك. روحي جايبه معايا الكمون ما شاء الله زي العسل. ومش هنسى طبعا الملح. ومعايا حبه البابريكا، معايا نص معلقه بابريكا هي. واجانب الخليط ده كله كده ببعضه ما شاء الله زي العسل. ريحته بروايح كده، التوم مع الزبادي مع الفلفل الاسمر. بصوا مش عايزه اقول لكم اهو ما شاء الله زي العسل اهي. شايفين؟ يبقى احنا كده خلصنا كده ما شاء الله. شايفين شكلها عامل ازاي اهي. اروح جايبه الفراخ بتاعتي كده، الفراخ بتاعتي كده، وهروح نازله بيها التتبيله دي. لو هي كتيره طبعا نعين منها في الفريزر عادي. شايفين ما شاء الله زي العسل اهي. نروح نازله بقى كده. طبعا التتبيله كلها تدخل في الفراخ كده عشان ايه؟ تاخد من الطعم اهو. ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا شايفين ما شاء الله زي العسل كده. الفراخ دي بقى ممكن ان انت تشويها في على الشوايه وتحطها في صينيه. تحطيها في الصينيه في الفرن. ممكن تحطيها في صينيه على البوتاجاز تستوي، بعد كده تدخليها الفرن تاخد لون. على كل طريقه، على التتبيله دي على كل طريقه ممكن تعمليها.
ما شاء الله زي العسل اهي. بصوا لازم ان انت تحشيها كده بالبصل والثوم والبهارات كلها. ما شاء الله زي العسل اهي. بالنسبه للي اتضايقت مني عشان بقعد اقول زي العسل، على فكره الكلمه دي في بوجي على طول، علشان انا بقول لناس عسل فمتعوده على كده. ايه رايكم في التتبيله البسيطه دي؟ بتاع 2 أو 3 طلبوها مني، فانا قلت لازم اعملها. ودي طبعا هروح جايباها كده واروح حاطاها في كيس في الفريزر. ولو انت برضو عامله 3 4 فرخات ممكن بنفس التتبيله دي تحطها في الفريزر. لو جايه من الشغل، جايه من اي حته يعني مستعجله، ممكن تطلعها جايبها ب10 دقايق وتفكيها. بالنسبه للتتبيله دي يبقى هو كل الفكره ان انا كنت عايزه اوصل لكم التتبيله دي. ايه رايكم فيها؟ جميله خالص. تسيبيها لحد ما تحطها في الفرن او على الشوايه او على أو اي حاجه تسويها فيها. ممكن تسيبيها من ممكن تسيبيها 6 ساعات 10 ساعات براحتك، الوقت المناسب لإلك او المسموح به. زي العسل اهي. يا رب تنول اعجابكم. جميله خالص وتتبيله بسيطه يعني مش بحب اكلف عليكم. وبألف هنا وصحه. يا رب تنول اعجابكم زي ما تعودنا طبعا. نسيب بعض على لا اله الا الله. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، واشوفكم على خير في فيديو جديد يا رب.